يسعد اوقاتكم. هي خلطة شاورما. خلينا نشوف شو بنحط. لبن، صوص طماطم، ليمونة، بردقانة، شوية توم، ورق غار، حبهة، خل، بهارات الشاورما، مي. تمام. طبعا هي مو خلطة مطاعم. تمام. هي الخلطة مو لمطعم، هي الخلطة العزيمة. ناس عندهم عزيمة بدهم ياخذوا شاورما، بدنا نعمل لهم الخلطة. تمام. هي خلطة بيت، هي لست البيت مو للمطعم. برجع، هي لست البيت مو للمطعم، عشان ما حدا يعلق لي هي لمطعم. لا، هي مو لمطعم، هي الخلطة لست البيت. تمام. حطينا البردقانات بالخلاط. هي بردقانة وليمونة، وهي 7 اسنان توم، 4 ورقات غار، و5 6 حبات هيل. تمام. وهي كاسة لبن، وهي وحدة صوص طماطم. هلا المي رح احطها بهي عشان نحفظ النعمة. اهلنا مشتهينا لهالنعمة، حرام نكبهم. تمام اخواتي. كاسة خل، هي الخل كاسة. وهلا بنجي لبهارات الشاورما. هدول بهارات بيتية مو بهارات مطعم. تمام. كمية الشاورما اللي نحن هلا عم نجهز لها خلطتها هي 20 كيلو شاورما. هي لعزيمة. تمام. هي لعزيمة مو خلطة بيت. هدول بهارات الشاورما. تمام. هي معلقتين، وهي الثالثة. وهلا اهم شغلة اللي ما فينا دائما ما بنحكي عليها، يلي هي الملح. دائما نحن ما بنحكي عن الملح. شو السبب ما بنحكي عن الملح؟ لانه كل ملح وله خامة. هي الملحة تبع الخلطة. هيك بتكون جهزت خلطة الشاورما تبعي بهي الطريقة. شايفين خلطة الشاورما شو لونها؟ هي خلطة بيتية، ما بضربهم ضرب لحتى ينفرموا، بخليهم بهذا الشكل. تمام. ما بفرمهم فرم، بخليهم ناعمين مشان القشرة البردقان بيروح لي زنخة الدجاج. الليمون والغراض والبهارات والورق الغار بيعطيني عطر للدجاج. بهالحالة بتكون خلصت خلطة الشاورما تبعي. هي الخلطة جاهزة، بقيان علينا تخمير. بس هي هيك بتكون خلصت خلطة الشاورما. والله يعطيكم العافية، ونشوفكم بفيديو جديد. السلام عليكم.